طيب السلام عليكم. كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيبين. طبعا الجاكومي الجاكومي ده رجل مثير للضوضاء والضجة، ومثير للشفقة. طبعا دولة 56 دي كل فترة بيكون عندها أراجوز بتستخدمه، يعني تمرر به أجندة معينة لحد ما ترميه. يعني زي استخدمت من قبل كده المهرج أردول والمهرج التوم هجو، والآن الساحة عند الجاكومي. طبعا بالأمس الناس كلها ممكن تكون شاهدت اللقاء بين أحمد طه والجاكومي. آه، طبعا يعني من سخريات القدر إنه شخص زي الجاكومي ده يعني يكون محور سياسة والناس بيتلقى منه الأخبار، وإنه يتعامل معاه لقاء ويكون مؤثر في المشهد السوداني. يعني طبعا بكل غباء وبكل هبالة، جاكوم يعني أثبت صحة التسريب. طبعا أنكر بصورة غبية. الآن بقت المسائل بتاعت الذكاء الاصطناعي والناس ما بتقدر تكذب. يعني تطبيقات محددة بتقوم بتعرض عليها الصوت، بيكتشف انه فعلا ده انت ولا ما انت. المهم عموما هو انكر، ووزير المعادن نور الدايم انكر الموضوع، وعملوه في واحد ما عارف مين كده مجذوب. يعني كالعادة يعني الكذب، يعني ديدنهم الكذب. فالمهم اللي بيهمنا، المهم انه احمد طه ساقوا وراء مصنع الكراسي. فالراجل بدون ما هنا يعترف بالشيء التسريب اللي انكروا. مشى قالوا في قناه الجزيره، يعني انكر حاجه بيجاي ومشى اثبتها بيجاي. ده بيدل على انه اصلا زول، يعني جاكومي ده معروف زول ساكت. يعني قبل فتره يعني زول، طبعا زول بتاع مشاكل وراجل ثرثار، يعني دايما بيخلق ضجة ومثير يعني للمتاعب. بنتذكر كلنا أيام كان في مشكلة في نادي المريخ، استاد المريخ، طلع مسدس وهدد بيه الناس. فهو طبعا من أسرة يعني متوغلة من نخب 56، من مناطق الحسحيسة. عنده معتصم قريبه ده ماسك الاتحاد تبع الشداد، ماسكين الاتحاد ده ورثة. أسرتهم كلها كده أسرة متجذرة كده في 56، وناس مثيرين للشغب ومثيرين للمشاكل. المهم في النهاية اللي بيهمنا نحن الجاكومي أثبت يعني صحة التسريب، وأثبت إنه الحاصل يعني في شلة بورسودان يعني مشاكل كبيرة جدا بيناتهم، وتشاكس وصراع حول المناصب والكراسي، ورأيهم ما واحد وما متفقين. فالمقصود أصلا من التسريب والقصة دي كلها ما مقصود منها. نور الداهية طبعا قالوا ذول بيحب يسجل، يعني هو اللي بيسجل. يعني قالوا سجل لأردول طيروا، وسجل لأبو نمو طيروا. زول تخصصه انه اي مكالمه بس كان ضربت له السلام عليكم بيفتح التسجيل بيسجل لك. فشكله قام شرك للمسكين الجاكومي. والهدف طبعا الناس يعني عشان الهدف ما هو نور الدايم ولا هنا، الهدف هو طبعا معروف. المقصودين انه يخلقوا مشكله بين الفريق الكباشي والفريق ابراهيم جابر. دير الاثنين اللي هم يعني عندهم شغل مثلا غبلي، شغل كبير جدا. وفي ناس طبعا بيشوفوا ابراهيم جابر ده زول مسكين ساكت وكاتل حيله كده وهنا، لكن ابراهيم جابر ده بالمناسبه عنده شغل قبلي، شغل قبلي كبير جدا، يعني اكثر مما يتصور الناس. يعني في ناس يقوموا يقارنوه بالكباشي. لا، الكباشي ده ما اصلا يعني هو هاوس نيجرو معروف، يعني ما هنا. لكن مجتمعات
إبراهيم جابر مجتمعات يعني ما بتتروض بسهولة، مجتمعات التمرد طبيعة عندها يعني ما بتنقاد بسهولة. فالخطورة في إبراهيم جابر، الخطورة ما في كباشي زي ما يظن البعض. ياسر العطا ده أصلا ما هو يعني فتى 56، ده الفتى المدلل، وده ناس علي كرتي ده الجوكر بتاعهم. فالقصة هي طويلة البرنامج ده، لكن يعني الصورة وضحت. يعني بعد أيام قليلة حنشوف إنه البرهان كشح مجلس السيادة وتربع على عرش الرئاسة، يعني يطبق الحلم بتاع جد أبوه ولا جده، يطبق الحلم بتاعه يعني حقيقة يعني. وبرضه ذاك عنده ياسر العطا متمسك بكلام الرئيس صدام، كلهم بأحلامهم يعني المسألة صراع بتاع مناصب وكراسي، كلهم بيطمحوا للرئاسة. فالمسألة ما بسيطة ولا سهلة. والله الكباشي وإبراهيم جابر دير ما بينقلوا، مسألة ما بالسهولة دي، يعني ما بالسهولة شايفها عم سيب وناس دولة النهر والبحر. طبعا هم فرحانين، متخيلين انه خلاص الكورة جات في ملعبهم، وانه البرهان خلاص بقى ينفذ الكلام اللي يقولوه. واحنا عارفين انه اصلا عم سيب صنيعة الاستخبارات، يعني هو اصلا ولد قوش يعني. والشغل الاجندة اللي قاعد تمرر في لايفات عم سيب ده التوجه بتاع البرهان الحقيقي، يعني التوجه بتاع فلول 56. لكن الكلام ده طبعا بعيد جدا، يعني بعيد جدا. انا يعني من منظور وتحليل سياسي براهن يعني انه ما يقدروا يعملوا حاجه لكباشي ولا يقدروا يعملوا حاجه لابراهيم جابر. ده شعر ما عندهم له رقبه. لكن اللي بيهمنا انه الجاكومي كشح الحله واثبت صحه التسريب، وده المهم في الموضوع كله. وكشف النية بتاعت البرهان انه داير يستفرد برئاسة بورسودان. يعني القصة بتاعت طلعوا انه يتكلموا عن ترهل الدولة، وانه كيف يكون في 9 رؤساء. هم 9 رؤساء وين عقار وين في ناس ذاتهم ما معروفين اسمائهم يعني في مجلس السيادة. هو اصلا متحكم في الامور ومغاليد الامور مش البرهان، علي كرتي. الناس تكونوا واضحين، يعني هم الكيزان، هم المتحكمين حاليا في الدولة. يعني الرئيس الفعلي للسودان حاليا علي كرتي. البرهان ده دمية، وإبراهيم جابر وكباشي كلهم دمى. حتى كامل إدريس ده أكبر دمية. فده الحاصل بكل بساطة يعني. والشعب السوداني ذاته البلابسة والناس المناصرين لجيش الفلول ده يستحقوا الكلام ده يحصل، يستحقوا ويستاهلوا، لأنه الناس ما عندهم عقول، ما عندهم تفكير. وعجبني للفلنقايات، الله عجبني للفلنقايات.